احنا بنخلص من كده من ايه؟ بنخلص ان المصري ده في جينات كده حضارة 5000 سنة من الحضارة والمجد والإبداع. صعب ان احنا نسيطر عليه، وصعب ان احنا نضحك عليه. قوي وعنده عزيمة. فهم قالوا المخرج الوحيد الغرب وإسرائيل وأمريكا تقعد تدرس علم نفس. الشعب المصري ده أو العرب عموما دول عندهم نقطة ضعف في الدين. اللي يقول الإسلام هو الحل هنمشي وراه. طيب، وعندهم قبلية، وعندهم سنة، عندهم شيعة، عندهم مسلمين، عندهم مسيحيين، عندهم دروز. طب احنا نشتغل على الحتة دي، نبوظ مخهم ونفهموا ان المسيحي ده عدو الله، وان الدرزي ده لا يجوز التعامل معاه، وان الشيعي ده يعني اوحش من اليهودي، ونخرب مخهم ونشتغل على مخهم. وهم ناس هبل هيقوموا يضربوا بعض، واحنا ننعم بالهدوء والسكينة. وهم ناجحين في الموضوع ده لغايه دلوقتي. طبعا بقى لنا 5 سنين لا سمعنا في قنبله اتضربت في لندن ولا في باريس ولا في امريكا، انما القنابل والقتل والذبح كله عند الجماعه المتخلفين اللي هم احنا للاسف المسلمين المتخلفين العرب. انما الحمد لله ان مصر ما وقعتش. الحمد لله ان الشعب رفض هذه الفكره. الحمد لله ان احنا التفينا حوالين السيسي عشان ينقذ بلدنا وينقذ الامه العربيه كلها. الراجل ده شايل طبعا حياته على كفه، وعارف ان ايه، ان الغرب والجهل مش هيسيبوه. فاحنا لنا مهمة، كل واحد فينا ما يبقاش سلبي. يعني ايه ما يبقاش سلبي؟ يعني لا يكتفي انك تتفرج، لا، تروح بيتك وتقول لهم في مؤامرة علينا، نفوق شوية، نفكر بدماغنا، هو اما احرق بلدي ولا اخرب حاجة دي حلال ولا حرام؟ الجماعة التانيين دول قرايبنا. انا ليا واحد ابن عمي ماشي، اخوان ماشي، انا برضه بحتضنه وبقعد افهمه بالذوق لغايه لما يعرف التحدي اللي موجود في البلد. وشكرا، وتحيا مصر.